بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الموضوع هذا خاوتي، اسكو تقدر تنحي المال على لا فمال كي تكون محضنة ولا ما تقدرش؟ هنا تبقى عندك عينك ميزانك. الا شفت المال متفاهم هو لا فمال ويروح يوكلها ويعاونها في التحضان وما تديرونجاش منه وما يكوبليهاش، خليه معاها. الا شفتو يقدم عندها العش تضربه وتنوض بزاف على البيض، ولا كيما صرات لي انا ناضت بوزاتلو كوبلاها وصرا لي هنايا لا فمال بقات تقلب في العش، قتلت لي واحد من الفراخ اللي عندي، قتلت واحد، قلبت العش طاح جاف عفست عليه قتلاته. هنا نورمالمون انا لا فمال هذه راهي سوفاجه، ما نعرفهاش كيفاش دايره، ما خرجتش بها من قبل. خطره هذه معليش راهي قتلت لي واحد، خطره جايه باذن الله ان شاء الله نحي المال. علاش؟ لانه راني نشوفها بزاف تبوزيلو مالغري ولادها عندهم 8 ايام ملي فقسوا. باش تضمن الفراخ نتاوعك وتضمن العام، كي تكون عندك فماله كيما هذه تبوزي بزاف للمال ولا تتشاجر معاه بزاف كي تكون محضنه ولا توكل في ولادها، من الاحسن تنحيه. بعدوا عليها خلاص، لازم ما تسمعوا، ما تبقى تحوس عليه ما والو. هنا راح تعاملها كيما تعامل الكناري، لا فمال تاع الكناري. هنا تولي لا فمال تهتم بولادها وتوكلهم. بويسك مال كيما هذا اللي عندي ما يقدم ما يوكلهم ما يحضن ما والو، ما عنده حتى فايده. من الاحسن تنحيه حتى هي ماش قابلته. ودرك هاي انها تحوس تعاود تبني العش الاخر على ولدها. كاين باقي لها فرخ واحد تحوس تبني عليه العش. لذا خاوتي ننصحكم، عندك مال ما لقيتش فيه الفايده من بعد لا كوبلومو، ما يوكل فماله ما يحضن معاها ما والو، وتنوض تبوزيلو يعاود يتزوج معاها، من الاحسن انك تنزع الذكر هذا باش تضمن الفراخ تبقى لا فمال توكلهم عادي، ما تحوس عليه ما حتى حاجه، ويبقاو لك ان شاء الله باذن الله وتربي على روحك. وخاوتي ان شاء الله في موضوع اخر باذن الله تعالى.